بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم عليك يا حبيبي يا رسول الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير وصحة جيدة وأحسن الأحوال. النهاردة بقى تعالوا هنعمل بقى تفريز مانجا بطريقة سهلة بسيطة، مفيش أسهل من كده، مش تعرفي تعمليها بالسهولة دي. حاجة كده جميلة. طبعا المانجا لها طرق كتير طبعا للتفريز. حط لايك. مالك بيقول لكم حطوا لايك الأول كده قبل ما نبدأ الفيديو، حطوا لايك عشان خاطر مالك. بصوا بقى الطريقه دي سهله. بصوا طبعا في طرق كتيره ان انت تفرزيها كده زي ما هي المانجا كده زي ما هي. انا بقى بعمل ايه؟ بجيبها، شايفين بصوا الورقه رقيقه ازاي بتاعتها، بجيبها بحطها في الفريزر، بغسلها غسله حلوه كده، وبعد ما بغسلها بحطها في الفريزر. بتغسليها ليه يا ام مالك؟ علشان خاطر انا بستخدم القشر بتاعها. هقول لكم هنعمله بيه ايه. هنعمل بيه حاجه جميله جدا. بصوا بقى بحطها في الفريزر بعد ما بغسلها وتتجمد كده زي ما انتم شايفين. بصوا جامده محجره، تبقى عامله زي البطاطس كده ناشفه. وبعد كده ببدأ اقشرها. بتقشريها بقى بتبقى سهلة جدا في التقشير ورقيقة خالص زي ما انتم شايفين كده. بصوا تقشريها بتبقي ماسكاها زي البطاطسية جامدة. طبعا انت لما بتمسكيها وهي طرية عشان تقشريها القشر هيطلع منه كتير جدا في القشر، المانجا هيطلع منها كتير جدا في القشر. ومش هتبقى سهله معاكي في التقشير. انما لما بتبقى جامده كده زي البطاطسيه بتبقى سهله في التقشير. بصوا بتتعمل بكل سهوله كانك بتقشري بطاطسيه في ايدك وبتبقى رقيقه. وفي حل تاني ان انت بعد ما بتجمديها كده بتحطيها تحت الحنفيه بس كده ثواني زي ما هوريكم دلوقتي. تحطيها كده تحت الحنفيه بس ثانيه واحده زي ما انتم شايفين كده. ومش بتقشري بقى، انت يا دوب بتجيبي الطرف بتاع القشر بس وتشدي، بيطلع معاكي برضو رقيق جدا. بصي تجيبي طرف القشر كده وتشدي، اصبح ان انت احتفظتي باللحم اللي بتاع المانجا كله، ما هدرتيش منه اي حاجه، والقشر طلع بصوا رقيق خالص ازاي، ما فيهوش اي حاجه. دي اسهل طرق طبعا للتفريز. في ناس بتفرزها بحالها كده زي ما هي، بس انا ما بفضلش كده. ليه؟ ممكن يجيني ضيوف فجأة وانا عايزه اعمل عصير، لسه هطلع المانجا واقف اقشرها واقطعها وبعدين احطها في الخلاط واعمل عصير؟ لا، انا كده بعملها وبقطعها شرايح وبحطها في اكياس. بصوا القشره رقيقه مفيهاش اي حاجه. جربوا الطريقه دي ان انتوا تحطوها في الفريزر وبعدين تقشروها بالطريقه دي، هتطلع معاكم سهله خالص. اعملها بقى شرايح كده وبحط الشرايح دي كده ايه في اكياس، شرايح مانجا زي ما هي، ولا بضربها في الخلاط ولا بحط عليها ميه نهائي، تبقى زي ما هي. ولا بعملها معجون، في ناس بتضربها في الخلاط زي ما هي كده حتى من غير ميه تبقى معجون مانجا. لا، انا بشيلها شرايح كده زي ما هي. ليه بقى؟ عايزه اعمل عصير هعمل، عايزه اعمل منها مهلبيه اعمل، ايس كريم اعمل، عايزه اقطع منها قطع كده في المانجا، بمسك الشريحه كده واقطعها قطع مكعبات صغيره كده في قلب المانجا. العصير بتبقى تحفه تحفه تحفه. فلما بتعمليها شرايح كده، عايزه مثلا تعملي كنافه بالمانجا، بتاخدي الشرايح دي وبتحطي منها برضو في قلب الكنافه. بتستخدميها لما بتبقى شرايح، بتستخدميها في طرق كتير جدا، بتبقى سهلة عليكي وموجودة وجاهزة قدامك. عايزة تعملي اي حاجة بتاخديها تعملي بيها على طول بكل سهولة، ما بتبقى صعبة في اي حاجة. اللي وصل معايا هنا بقى للفيديو ما تنسوش تقولوا لي بتتابعوني منين. متابعتكم ليا على راسي من فوق، اتحرمش منكم يا رب. والناس اللي مش متابعاني بقى ما تنسوش تعملوا لي متابعة وتحطوا لي لايك، ربنا يسعدكم يا رب ويكبر بخاطركم. واللي بيتابعني عن طريق اليوتيوب يحط لي اشتراك طبعا ويفعل زر الجرس ويحط لي لايك. هعبيها بقى كده في اكياس زي ما انتم شايفين. دول كانوا 10 كيلو. ال10 كيلو صفوا معايا حوالي بعد القشر والنجا حوالي 8 كيلو، لان انا جايبه اللي هي النجايه بتاعتها رقيقه خالص ما بتاخدش وزن. وكمان القشره بتاعتها طلعت رقيقه، استفدت باللحم بتاعها كله. عملت معايا 16 كيس نص كيلو، عملت معايا 16 كيس نص كيلو. انا بعمل طبعا اكياس نص كيلو صغيره كده على قدي انا وولادي. بحيث مثلا جالي ضيوف او حد زياده بعمل ايه؟ بطلع كيسين اعملهم زي ما انتم شايفين كده. جربوا الطريقه دي هتعجبكم جدا. اسيبكم بقى في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.